السلام عليكم. سيظل يوم الأحد 19 مارس 2023 موشوما في الذاكرة ديالي في الحقيقة، نظرا للتكريم اللي تفضلت به كل من جمعية أجدير اللي كنشكرهم، جمعية أجدير لتعليم اللغة الأمازيغية ونشر ثقافتها. كنشكر رئيس الجمعية الأخ والصديق عبد الكامل بوقصة، وكنشكر كذلك المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وقطاع الثقافة بالخصوص، وكنشكر وكنتمنى الشفاء العاجل للسيد المدير الإقليمي السي الصنور. فكان هذا الحفل بالمركز الثقافي ديال وزارة الثقافة، وتم تكريمي رفقة الزميلة والصديقة أمينة إسحاق، الصحفية والشاعرة والكاتبة المرموقة. فخلال هذا الحفل هذا تكرموا واحد المجموعة ديال الشعراء والشواعر اللي لقاو قصائد فن يعني في المناسبة، ومنها الزجال كذلك، وكان كذلك حفل فني. فلهذا كنشكر الشاعرة فاطمة الزهراء المروني، والشاعرة لطيفة الزجاري، والشاعر إدريس رواح، والشاعر طارق رضوان. فشعراء في حقيقة شعراء صادقين وشعراء اللي متمكنين من الكتابة الشعرية ونظم الشعر. وكان الصديق الأستاذ اللي كان قام بالتقديم هو الشاعر حميد اليعقوبي، اللي في الحقيقة قام بواحد مجهود كبير ودور أساسي وبشكل احترافي وفني اللي قدم به هذا الطابق من القصائد الشعرية. وكان واحد المفاجأة اللي فاجأتني بها في الحقيقة الصديقة فاطمة كلياطي، انها لما صدفت شاعرة من مدينة برشيد، يعني موسوعة. خلال يومين تمتعنا بواحد الموسوعة في واحد المجال لنا حياة غريبة. شاعرة جات من مدينة برشيد، عصامية اللي خرجت من الدراسة يعني في سن مبكرة، ولكن اعتمدت على رأسها وحصلت على الشواهد، يعني حصلت على البكالوريا وحصلت على الإجازة والماستر، والآن يعني هي زجالة، وأيضا عندها باع كبير في المجال الجمعوي والسياسي وغيره، اللي هي عليا خليف، اللي كنشكرها في هذا الباب. وغادي نسمعوا القصيدة الزجلية اللي لقاتها في المناسبة. وكنشكر الحضور الكريم من فنانين مثقفين الصحفيين، الإخوة المراسلين ديال الصحافة الوطنية، الكتاب النقابيون، السي علي غنان، واحد المجموعة ما بغيتش نذكر الأسماء باش ما يتقلقش شي حد إلا ما ذكر سميتو، ولكن كنذكر الشهادات اللي دارت بحقنا أنا والأخت أمينة من طرف السي مصطفى القريتي القاص الكبير، وكذلك الفاعل الجمعوي معروف مطرب. فالهدايا كذلك اللي تقدمت ليا، يعني لوحة ديال السي مصطفى الفنان التشكيلي مصطفى مسيكا، وكذلك الأخت زبيدة البوصيري اللي هدتني مصحف كريم، بالإضافة للدرع ديال هاد التكريم هذا، وبالإضافة للشواهد تقديرية لواحد المجموعة ديال الإخوان والأخوات. فهذا اللقاء كذلك كان فرصة اللي نستمع فيها الجمهور الكريم، اللي كان جمهور نوعي وجمهور يعني اللي الإنسان الحق يعني يفتخر به انه كاين في مدينة قنيطرة جمهور من هذا النوع. كان استمتع بالتقاسيم ديال العود ديال الفنان الحبيب كرم، بالإضافة
التحفة ديال هاد الأمسية، اللي هي المجموعة الغنائية ديال اللي كانت ظاهرة في الحقيقة، واللي غادي نخصص لها فيديو خاص، اللي هي مجموعة الملاك فيزيون. فاللي طربات الحضور حضور نوعي وراقي، طرباته بأغاني من الزمن الجميل اللي هو من التراث المغربي الأصيل. فهذه كانت ليلة ديال الوفاء اللي غتبقى دائما في الذاكرة ديالي. فالوفاء هو شيء نادر لا تجده في كل إنسان، وهاد الناس اللي حضروا يعني الناس من الأعزاء، الناس هما اللي حضروا. ما بعض الأشخاص كيكفي وجودهم باش تشعر بالسعادة، وتلقات كلمات اللي هي في الحقيقة الكلمة الطيبة لها عبارة على جواز مرور إلى كل القلوب. فمن يزرع المعروف يحصد الشكر. الأصدقاء الأوفياء اللي جاوا وكنعتبرهم يعني من أعز الأصدقاء والصديقات. الأصدقاء الأوفياء كاليد وكالعين، يعني كأنهم اليد والعين، فإذا تألمت اليد كتبكي العين، وإذا بكت العين كتمسحها اليد. هادو هما الأصدقاء. الشعراء كذلك، والشواعر والزجالة كذلك عليا، فتكلموا يعني بقصائد. فالحروف هي أوعية ديال المشاعر، وبعض المشاعر لا تسعها أوعية، وهذا هو اللي عبروا به الأخوات والإخوان والمجموعة ديال الحضور اللي حضروا مثلا بدون خجل. أتيت بغير ميعاد، ولكن الحرف الزاجل كان خير زاد لنحييكم تحية محبة ووفاء. ويسعد من راح ليك ولا، يسعد من راح ليك ولا، وبحروف زين بهاد تمنى، واشرب من ماك بال صافي في قلة، وعلى نهارك يا حسن يا بن بلة، ما تأخر ولا تأخر ولا بطة ولا تسلة، ويسعد من راح ليك ولا. وهنا جيتك يا واد سبو، مكتفة بخير هلك نحبو، مطلق خيري فيك السروح، سهل وتبوح، تفاجد الروح وتقرا هذا اللوح، ترعى في ربيعك المعطر كركاز وحلالة. وانا جيتك يا واد السبوع، ونجيك يا ولاد وجيه من كل جيه، فقيها وفقيه في صيف تلاليات تنسى، الزينهم ما يتنسى، الزينهم ما يتنسى. والقنيطرة يا ولادة، والله حضنك ما يتعادى. تخللي بالشمار الخلال، وزيني صدرك برجال، زيني صدرك برجال، مسينك بقلادة، مسينك بقلادة.
حوال كل واحد بحال حاله وابقى منها حاله وابقى منها حاله والناس حوال كل واحد بحال حاله والناس حوال كل واحد بحال حاله دايما بالله واحد بالله دايما بالله كل واحد تلقى عنده لسانه يداه كل واحد تلقى عنده لسانه كل واحد تلقى عنده لسانه كل واحد تلقى عنده لسانه صخرة على يا إله صخرة على يا والناس حوالي كل واحد داوي كبريت أداء سباب كل ما يقول عليه شهادة دي شهاد حطوني وسط حصيرة شارية بابا اعلم الله بمصيبة قلوب الكذابة كيف نارهم تهدينا خالوا في غروبينا وكيف نارهم تهدينا طلوا في مذنبينا الهم تحدى والبارح ذات اليوم واشهد الغدة ونقلبي مهموم واخياتي وين جيت انا بين ساداتي العفوف اللي جانا ويا خويا بابا واش الحق يزول القلوب الكذابة نسونا في المعقول نسونا في المعقول نسونا في المعقول
في جمعية أجدير وبالتنسيق مع المديرية الإقليمية لقطاع الثقافة. ففي الحقيقة أنا ممتن جدا لهذا الإطارين معا، نظرا لترسيخهم ثقافة ديال الاعتراف اللي الآن أصبحت يعني في هذا البلد اللي كنشوفوا أنه كاين مجموعة ديال الوجوه اللي في واحد المجموعة كتشتغل في واحد المجموعة ديال المجالات وكتستحق أنها كل مرة يكون واحد النوع ديال الالتفاتة على الأقل هي التفاتة رمزية، ولكن راها تصنع كما صنعت في نفسي اليوم، صنعت في نفسي صنيع الغيث في التربة الكريمة. فهذا لحظة التكريم كتخلي الانسان انه اولا يستعد الثقه في نفسه، وكيحاول المكرم انه يشوف الاخر من خلال الكلمات اللي كتلقى في الحفلات ديال التكريم. هذه كلها اشياء كنشوفوها ربما كنشوفوها اعتياديه واشياء يعني ما عندهاش اهميه، ولكن في النفسيه ديال المحتفى به فهي ذات دلاله قويه. فمره اخرى كنشكر الاطارين الجوج اللي هي جمعيه اجدير وكذلك وزاره مديريه الثقافه. فنتمنى ان هذه العمليه هذه لا ترسخ وتولي عمل دؤوب، عمل اللي كيامن به الجميع وكيحاول به يرد الاعتبار لواحد المجموعه ديال الوجوه وشخصيات مجموعه ديال المجالات. شكرا لكم. مساء الفن، مساء الشعر، مساء الاحتفاء. سعيدة جدا أن أكرم اليوم من طرف جمعية أجدير، وأنا أشكرها، وأشكر كذلك بالمناسبة المديرية الجهوية للثقافة. هذا يوم جميل لأنه يشعرني بالدفء، ثقافة الاعتراف. هذا الاحتفاء اليوم يرسخ لثقافة الاعتراف، ونحن بحاجة إلى هذا الاعتراف. ربما هو شيء بسيط في كما نرى، ولكنه عميق جدا، هو حافز للعطاء. سعيدة جدا أن أكرم في مدينتي التي أحبها وأحملها في قلبي، والتي أهديت لها أول كتاب مدينة الأقوان، مدينة القنيطرة. مرة أخرى شكرا لكل المنظمين الذين كانوا وراء هذا الاحتفاء في هذا الشهر الذي يعرف أولا مناسبة عيد المرأة، كذلك هو فيه عيد اليوم العالمي للمسرح، فيه الموسيقى، وأجدد تشكراتي لجهات المنظمة.